الو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا اخي؟ نعم. كيف حالك؟ والله بخير. جمعة مباركة انت والشعب الله الجزائري. يسلمك الله يسلمك، شكون معايا؟ انا بكلمك يا اخوي من وزارة الخارجية السورية. انا من وزارة الخارجية السورية. تفضل. هذا سجن بابار. سجن شكرا. انا بدي اطمئن على السجناء السوريين. لاجئين سوريين. السجناء السوريين. سجناء سوريين. نعم يا اخي. احنا غدا ان شاء الله سوف نقوم بزيارة ونريد ان نعرف حالتهم ونطمئن عليهم. بخير عليهم بخير عليهم. اوكي. هل يلزمهم اي شيء؟ لا يلزمهم والو. وقل لي تقريبا كم هو عددهم يا اخي؟ مشوا الاخوان هو يقطع. وهذا اقسم لكم بالله اليوم الجمعة هذا سجن بابار في خنشلة في الجزائر، وفيه معتقلون سوريون، يعني كانوا لاجئين طلبوا اللجوء، يعني هاربين من اللي كان بشار الاسد كان في سوريا، هربوا من ذاك الوقت وهما مساكن دخلوا لاجئين، ومازال هم محتجزون في السجون الجزائريه وخاصه في سجن بابار باوامر من بشار الاسد، يعني بدون سبب، يعني هكاك بدون سبب. وكاين تقريبا كاين المئات تاع السوريين، اخوان السوريون، وبارطاجيو اخوان هذا الفيديو. واخوان السوريون اي واحد من العائله تاعك في الجزائر الا ما سمعتيش اخبار تاعو فعرف باللي راهو معتقل في سجن بابار بالجزائر. اللهم اني قد بلغت، والسلام عليكم.